السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلى على النبي يا حبايب قلبي. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ طريقة البرازق بطريقة اقتصادية كده يا حبايب قلبي وسهلة. متنسوش تحطوا لي اللايك بالله عليكم يا حبايب قلبي. اللايك يا حبايب قلبي. إيه، ربنا يسعدكم يا رب. وتشتركوا عندي كده في القناة، اللي ما اشتركش عندي يشترك وتنوروني كده يا حبايب قلبي. هنا يا حبايب قلبي كوباية سكر بودرة اهيت، وهنا برضو كوباية سمنة او زبدة اللي انت عايزاه، بس انا عاملاها اقتصادية عملتها بسمنة وعلى قد المتاح عندي. هنقلب بقى السكر مع الزبدة قوي لغاية ما يفتح حلو. هنا بقى هنحط ايه؟ الزيت، ربع كوباية زيت. الزيت بقى بيديلها قرمشة حلوة كده، والسمنة بقى بتديلها الطراوة كده وبتخليها حلوة. ولو يا ريت بقى يبقى زبدة، بس احنا عاملينها اقتصادية على قد الايد. نور على قد الايد. هنا بقى هنحط بيضة، وهنحط كيس فانيليا. لما في بيض بيبقى في فانيليا. نضرب المكونات بتاعتنا كلها بقى ضرب كده حلو لغاية ما البيض يختفي خالص وما عادش يبقى له اثر، والسكر بتاعنا كله يدوب. تبقى العجينة كده السمنة مع السكر يبقوا كريمي. هنحط هنا دي معلقتين لبن بودرة. دي معلقة كبيرة بيكنج باودر، نحطها بقى على المكونات. وهنحط برضو ذرة ملح. هنحط نص كيلو دقيق يا حبايب قلبي، يعني ايه 4 كوبايات دقيق. ولو انت مش متوفر عندك اللبن البودرة عادي مش مشكلة، بس اللبن البودرة يعني بيخليها حلوة. ودي السمسم يا حبايب قلبي اللي احنا هنعمله ايه للعجينة. نحط عليه معلقتين عسل، او عندك شربات تحط عليه برضه.
بقى ما عادش ينفع. ديت يا حبايب قلبي من البسكوت والحاجات دي ما بتاخدش عجنه خالص. معلقه خشب كدهوت تحطيش الدقيق كله حسب ما العجينه هتاخد معاكي برضه، يعني الاتيه احتاجت تحطي له، ما احتاجتش اللي يفض عادي. هحط ربع كوبايه ميه. دول يا حبايب قلبي فضوا من، يعني اقل من معلقتين دقيق فضوا بقى، يعني حسب ما العجينه تاخد معاك، يعني مش يعني ممكن الدقيق بتاعك يحتاج اكتر يحتاج اقل، فتبقى ايدك بقى يعني عينك بتبقى شايفه ان الدقيق هيحتاج ايه، تحطي بقى حبه بحبه لغايه ما العجينه تلم معاك. يعني العجينه كده مش عايزه ايه، لا دقيق ولا عايزه اي حاجه. هنحطها بقى في التلاجة نص ساعة عشان ايه، هي بتبقى العجينة طرية متبقاش جامدة اوي. بس هنشوفها كده اهوت ايدينا نضيفة اهي. نجربها العجينة شققت معاكي تعرفي ان هي ناشفة، تقوم حاطه لها معلقة مية. انما العجينة الوقت ما شاء الله اهي. هنسيبها بس في التلاجة شوية لان السمنة انا ما كنتش حطاها في التلاجة، كانت السمنة سايحة. 10 دقايق بس وتطلعيها او نص ساعة. هنا يا حبايب قلبي دي كوبايه سمسم، هنحط عليها بقى ايه، عندك شربات من اللي هو بتاع الكنافه بتاع، يعني سيرب بيكون تقيل عندك تحط عليها وبتقلبيه. عندك بقى سوداني مطحون حطي برضك، عندك فستق على قد ايدك. انا عندي السمسم بس اهو يا حبايب قلبي، وهعملها بالسمسم. كده جهزنا بقى ايه، جهزنا السمسم بقى بالشربات اهوت او عسل ابيض اللي عندك اعمليه. كده جبت الصينيه بتاعتنا اهي اللي هنخبز عليها. وهنا بقى يا حبايبي اهي العجينه. التشكيل بتاعها سهل خالص يا حبايب قلبي اهيت.
عايزه تكبريها بقى كبريها، عايزه تخليها بقى كلها قد بعضها كده. انا عايزاها تبقى صغيره، متبقاش كبيره قوي، عشان اللي ياخد واحده ياكلها على طول، ما فيش حاجه تفوت منه. عندك بقى كوبايه كده ارضيتها ساده كده، تقوم رايحه ضغطه عليها بس ضغطه واحده، او بايدك عادي. هنعملها بقى يا حبايب قلبي كلها بالطريقه دي. كده عملنا الصينيه بتاعتنا اهيت. هنفردها بقى، يعني لو بايدك كده هو عادي هتتفرد. عندك كوبايه زي دي كده مسح كده، عكاها زيت من هنا و واعمل ايه بكل سهوله كده، متاخدش وقت ولا اي حاجه. لو محتاجه سمسم حط لها، يعني لو في حته مفيش فيها حط لها عادي. كده يا حبايب قلبي اهيت، هنحطها بقى في الفرن. كده يا حبايب قلبي البراسيل بتاعتنا طلعت من الفرن اهيت، لسه في الصينيه بس وهي سخنه. تطلعيها بقى وهي سخنه كده، علشان ايه؟ بتبقى لازقه في الصينيه. لو سبتها لما بردت مش هتعرفي تطلعيها، تتهرى منك. دي يا حبايب قلبي البرازق بقى طلعت اهيت من الفرن، جميله وناشفه كده وحلوه قوي يا حبايب قلبي. تستاهل بقك كده، بسم الله ما شاء الله، زي العسل. دي كان الروتين بتاعنا النهارده، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد يا حبايب قلبي بنعمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.